اوكي، ده اسمه نيسن. في يوم من الايام لقى حاجه كده زي الثقب اسود. اول ما لمسه ظهر حواليه درع غريب اداله اغرب قوه خارقه ممكن تتخيلها، وهي ان عكس الناس العاديه اللي بتمشي وهي نايمه، نيسن بقى بيطير وهو نايم. ايوه يا عم مجيد، انا هبدا تصوير دلوقتي. اول ما اخلص هبعت لك الفيديو، عايزك تخلصه وتظبطه بسرعه علشان ما نتاخرش على الناس. بس عايزك ما تحطش صور من القصه خالص. لا يا عم، الناس زعلت المره اللي فاتت لما كنت حاطط الفيديو والصور على جنب، فشيلها خالص احسن. ايه؟ الناس زعلانه من صورتي انا مش من صور القصه؟ طب سلام 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 سلام، هو اكلمك بعد ما اخلص. تمام؟ ايه، بدأنا خلاص؟ اهلا، عاملين ايه؟ اتمنى انكم بخير. قصتنا بتبدأ مع شاب اسمه نيسان اللي راكب سيارة في مدينة لوس أنجلوس، وبيكلم موظف البنك اللي هو بيتعامل معاه وبيحاول يطلب منه يديله أي فلوس. لكن الموظف بيقول له أنت ساحب فلوس على الفيزا بأكتر من 38400 دولار، أنا أكيد مش هقدر أديلك تاني. نيسان بيحاول يشرح له إنه بيشتغل كاتب، وإنه بمجرد ما الكتاب بتاعه يخلص ويتنشر هيرد كل الديون اللي عليه. لكن الموظف مش بيقتنع وبيقول له لما حالتك المادية تتحسن وبقى كلمني تاني. نيسان بيحاول بكل الطرق والموظف برضه بيرفض. وبعد ما بيقفل بنشوف نيسان وهو بيبكي، لأن اللي حصل ده معناه إنه مضطر يرجع يعيش مع أهله في المدينة الصغيرة بتاعتهم. بعد أسبوع بنشوف نيسان ساب لوس أنجلوس ورجع لبيت أبوه وأمه. أمه بتفرح جدا، أنا عارفة إن رجوعك هنا مؤقت بس أنا فرحانة. نيسان بيرد وهو محبط، فرحان إن أنا فشلت؟ أبوه رد، دي معجزة إن أي حد يقدر يعيش طول الفترة اللي فاتت دي من شغل الكتابة بتاعك، إحنا لازم نحييك على اللي أنت عملته ده أصلا. ام نيسم بصت لابوه بصه وزغرت له كده، انت كاتب يا ابني، انت كنت كاتب طول الوقت، ده مش هيتغير ابدا. ايه المشكله بقى لما ترجع البيت فتره قصيره؟ احلى حاجه في الكتابه هي انك تقدر تكتب وانت موجود في اي مكان. انت هتفضل زي ما انت كاتب بس هتشتغل من هنا لحد ما اوضاعك الماديه تتظبط شويه. وهي بتحضنه وبعدها بيسمع صوت لصاحبه القديم، ياه الامل العظيم بتاعنا رجع اخيرا، معقوله؟ ازاي ترجع البلد وما تقوليش؟ نيسن قال وهو محرج، الحقيقة أنا ما كنتش مخطط لأي حاجة مارشال، دي أحسن خطة على فكرة، بس بجد أنت اخترت أحسن وقت ترجع فيه، في حاجات كتير جديدة في المدينة دلوقتي. يا عمو يا طنط، هل مسموح لنيسن إنه يطلع معايا النهاردة في حفلة بالليل؟ نيسن قال وهو متعصب، أنا مش عايل هاخد الإذن من أبويا يا مارشال. مارشال قال له تمام، النهاردة بالليل ما تنساش، أنا عايز أعرف كل اللي حصل معاك في الرحلة بتاعتك. غلبان قوي مارشال ده، ما يعرفش اللي فيها. أول ما نيسن بيقول له على اللي حصل معاه، مارشال بيتجنن. 38 ألف دولار؟ ليه؟ أنت عبيط يا ابني، إزاي ده حصل أصلا؟ هل اشتريت عربية ونسيت انك اشتريتها ولا ايه يعني؟ نيسان قال الموضوع معقد شوية، بس الرواية اللي انا بكتبها هي مبنية على قصة قصيرة كتبتها زمان، وفي صاحب دار النشر مهم هيديني فلوس كتير، بس كل اللي لازم اعمله هو ان اخلص الرواية. المشكلة هي ان الموقف في الوقت الحالي صعب قوي، بس مش اكتر. مارشال قال له سؤال المليون دولار دلوقتي، هل ابوك وامك هيساعدوك؟ استنى، انت ما قلتش ليهم اصلا. نيسان قال هما مش معاهم الفلوس دي كلها اكيد، زاد ان انت عارف ابويا هو ممكن يتجنن لو عرف ان انا جبت ازازه عصير ب 12 دولار. مارشال قال له لو انت بتدفع 12 دولار في ازازه عصير يبقى تستاهل اللي انت فيه فعلا. نيسان قال ازاي عايزني اقول له ان انا رحت لوس انجلوس علشان ابقى الكاتب العظيم الجديد زي ريموند شاندلر ورجعت له دلوقتي وانا عليا كل الديون دي؟ مارشال قال انا فاكر ان شاندلر مات وهو مفلس وسكران، اعتقد انك ماشي في نفس الطريق. نيسان اتعصب، اوكي انا ماشي. حقه الصراحه يزعل، لو انا مكانه كنت ضربت مارشال باي حاجه في ايدي اصلا. مارشال قال له لا لا استنى، انا بهزر، اقعد بس. نيسان قعد وقال دي مش حاجه انا فخور بيها على فكره. مارشال قال انت جربت حاجه وفشلت، ده مش معناه انك مالكش لازمه في الحياه يعني، انا اسف بس انت كان ممكن تبقى افضل لو سمعت افكاري واللي انا كنت بقولك عليها واحنا صغيرين، بس زي ما انت عارف كل واحد بيختار طريقه. نيسان قال له المثل مش بيتقال كده اصلا، بس مين فينا اللي رجع علشان هو فشل انه يكون كاتب مشهور؟ نيسان ابتسم وقال له انت واخد على فكره. مارشال ضحك وقال زي ما قلت لك في الصبح، اعتقد انك هتحب الحياه هنا. الاتنين الاصحاب بيقضوا وقت مع بعض وهم خارجين مع بعض. مارشال بيقول المكان هنا بشع يا صاحبي، انت مش عارف ازاي تعيش وسط ناس محدش فيهم بيعمل اي حاجه ممتعه. نيسن قال انت قلت لي ان المكان هنا رائع في اول اليوم. مارشال رد ايوه هو بقى رائع دلوقتي لما انت رجعت، احنا هنخرج مع بعض كل يوم وهنتفرج على افلام وهنقدر اخيرا نكتب مع بعض. انت فاكر قصة الأكشن اللي كنا عايزين نعملها لما كنا في المدرسة؟ ممكن أبقى أقدر أساعدك في الكتاب بتاعك كمان. نيسن أخد على قد عقله في الوقت ده وقال آه ياه ممكن. مارشال راح يفتح العربية وقال ده هيبقى رائع يا صاحبي بجد، اول ما تقول لي بس ايه البتاع اللي بيطير ده. وهما الاتنين شافوا حاجه سودة زي دايره بتطير في الهواء، لما قربوا منها شافوا انها طايره فوق سكه القطر وراحوا ناحيتها. نيسن قال انا ما عنديش فكره ايه ده. مارشال قال معنى ان احنا الاتنين شايفينها ده كويس، احنا مش مجانين. وبعدين قربوا منها اكتر. مارشال قال انها ظاهره بنفس الشكل من كل الاتجاهات، ده غريب، دي زي ما يكون ثقب اسود صغير ولا حاجه. نيسن قال ده مستحيل يا صاحبي، دي اكيد خدعه من الضوء. وهو بيقرب ايده منها واول ما عمل كده الثقب الاسود بدا يتحرك ويخرج منه نور يلبس نيسن. لا استنى، ايه اللي بيحصل؟ والثقب دخل في نيسن وبدات انوار كتير تنور حواليه، وفجاه نيسن بقى لابس بدله غريبه والنور بيطلع منه من كل اتجاه،
وبقى راديان بلاك. نيسون بص على ايده وقال انا مش حاسس باي تغير. مارشال طلع الموبايل وصوره وقال له المشكله ان شكلك هو اللي اتغير. نيسون حط ايده على راسه. لا لا، ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ مارشال حاول يخبط على القناع بتاع نيسون. هل حاسس باي حاجه؟ نيسون قال له ايوه انا حاسس، انا عايز ارجع. مارشال قال له مش المفروض تعمل ده وانت لابس قناع. لكن نيسون من التعب فعلا بيتقيأ، ونيسون بيقول له واو بس ازاي؟ انت ما عندكش بق حتى. لما هم واقفين بيسمعوا الصوت واتنين ظباط بيسالوهم كل حاجه تمام، مارشال حاول يكذب. تمام صاحبي بس زعلان علشان حبيبته سابته. الظابط قال له هو لابس ايه بالظبط؟ مارشال قال انا متاكد ان دي مش مشكلتك خالص. الظابط قال له اتحرك من الطريق انت وهو دلوقتي. مارشال قال له احنا بنتظاهر هنا بطريقه سلميه، انت على طريق القطر يا متخلف. مارشال قال يبقى خلي القطر ياكلنا. وفي وسط الخناقه نيسن بيكون فيها شويه وشاف ان القطر فعلا جاي عليهم، وقبل ما ينادي على صاحبه علشان ينبهه مارشال قال له اوعى تقول اسمي قدامهم يا غبي. الظابط قال بس اوعى من الطريق قبل ما القطر ياكلكوا. مارشال قال اوعى انت من طريقنا واحنا هنوعى من طريق القطر. الظابط قال له انت مجنون يا ابني، القطر جاي. مارشال قال ارجع العربيه بتاعتك وامشي وبعدها هنوعى من الطريق. لما القطر كان بيقرب اكتر ونيسن زعق فيه يا مارشال، وقبل ما القطر يخبط الاثنين نيسن نط على صاحبه علشان يبعدوا من الطريق. وفي نفس الوقت ظهر نور ازرق حوالين الضباط وطيرهم في الهواء، ونفس النور ظهر حوالين القطر وحوالين عربيه الشرطه وطيرهم كلهم في الهواء. مارشال قال ايه اللي انت عملته؟ نيسن مش عارف، دي كانت رد فعل. الظابط قال له نزلنا حالا. مارشال قال له لا اوعى تنزلهم دلوقتي، وبص على الظابط هل هتقبض علينا؟ الظابط قال له ايه؟ نيسن لو وعدتنا انك مش هتقبض علينا هنسيبك. الظابط اتعصب وقبل ما يرد الظابط التاني قال له ماشي. الظابط الاول بص لصاحبه وصاحبه قال هم عملوا ايه اصلا؟ ازاي هتكتب اللي حصل ده في المحضر؟ وبعدين انا مش بحب الارتفاعات يا راجل. مارشال قال لنيسن هل تقدر تطير؟ اتمنى ان اللي بيحصل ده معناه انك تقدر تطير. لما نيسن بياخد مارشال ويطير من المكان وهما بيطيروا بينزل القطر والظابط والعربيه على الارض بالراحه. دي رسميا اكتر حاجه مجنونه شفتها في حياتي. نيسن بيوصل مع مارشال ويقفوا فوق سطح مبنى. مارشال قال انا عارف ان العالم فيه حاجات غريبه، لكن ثقب اسود صغير يديلك بدله ويخليك تطير وترفع قطر كامل ازاي؟ نيسن قال معرفش، انا بس فكرت في الموضوع وحصل. ونيسن فضل يحاول يخلع القناع اللي على وشه. هل شايف ازرار او حاجه؟ مارشال قال له اهدى علشان نلاقي حل. نيسن بدا يفقد اعصابه. انا بحاول افضل هادي لكن القناع اللعين ده مش راضي يتخلع وهو بيحاول يخلعه بالعافيه. مارشال قال له انت لازم تهدى والا ممكن تنفجر ولا حاجه. نيسن قال اسف انا بس مش عارف اعمل ايه والبتاع ده مش راضي يتخلع. وبعد وقت نيسن تعب من محاوله خلع القناع وبدا يفقد الامل وتعب. مارشال قال له كويس، انت قلت انك فكرت في انك ترفع القطر والقطر اتحرك، ايه رايك جرب تفكر في انك تحوش القناع؟ وبمجرد ما نيسن عمل ده القناع اتخلع والبدله ونيسن رجع لشكله طبيعي. شكرا. مارشال قال له ده السبب ان انا هنا، انا اقصد انك اكيد هتحتاج مساعده تفهم ايه اللي بيحصل معاك ده والحاجات دي جت منين وايه مصدرها وازاي وصلت هنا ونقدر نعمل بيها ايه. نيسن قال له ده بعد ولا قبل ما نهدد الضباط؟ انت كنت ممكن تموتنا. مارشال قال له بجد انا اسف بس. نيسن قطعه لا انت لازم تبقى اسف بس بجد. ليه الحاجه الوحيده اللي فكرت فيها هي انك تهدد الضابط؟ مارشال انا كنت بحاول اساعد. نيسن الوضع صعب بما فيه الكفايه من غير ما انت تصعبه زياده. انا ما طلبتش منك تساعدني وما طلبتش من اي حد يساعدني، مش فلوس انجلوس ومش هنا. وبعدين هديوا الاثنين وبصوا لبعض لحد ما نيسن هدي خالص وقال انت عارف اسوأ حاجه في الرجوع هنا ايه؟ مش الديون اللي عليا، مش الاحساس بان انا فشلت لان ده معناه ان انا حاولت اعمل حاجه فعلا، لا اسوأ حاجه هي الاحساس ان انا كان عندي فرصه اعمل حاجه ليها معنى وانا ضيعتها. صاحب دار النشر اللي قلت لك عليه قبل كده هو مش مستني الكتاب، هو كان موافق على انه يشوف الكتاب لما يخلص فعلا، بس ده قبل 4 سنين ومن وقتها انا لسه ما خلصتش الفصل الاول في القصه. جايز ان انا ما كنتش مستعد او كنت خايف من الاعتراف ان انا مش كويس زي ما انا متخيل في الحاجه الوحيده اللي حبيتها طول حياتي. انا مش عارف، كل اللي اعرفه هو ان لما الفرصه كانت قدامي انا ما استغلتهاش. انا فشلت وبوظت حاجات كتير انت ما عندكش فكره، لكن دلوقتي انا بقيت كده ومهما كان البتاع اللي انا فيه ده انا عارف انه حاجه مهمه. انا بقدر اطير ورفعت قطر والموضوع كان روعه، الاحلام في السما دلوقتي وانا مش قادر افكر انه ممكن ابوظ ده كمان. مارشال بدا يهدي صاحبي. بص يا صاحبي انا ما كنتش اعرف ايه اللي حصل معاك وكل اللي بتقوله ده، الحقيقه فكره ان انت قلقان ده معناه حاجه مهمه، انت مش هتبوظ الفرصه دي ابدا، انا مش هسمح لك تبوظها. ومين يعرف جايز ده يساعدك في موضوع الكتابه برضه. انت عارف الكتاب المفروض يركزوا على الحاجات اللي بتخليهم مميزين، وبعد اللي حصل النهارده ده اعتقد انك فريد من نوعك. وفي نفس الوقت ده في مكان تاني في شيكاغو بنشوف حد بيلبس زي بتاع نيسن برضه، لكن كل الطاقه اللي طالعه منه باللون الاحمر بعد ما سرق فلوس كتير من البنك وطلع بيها. للاسف يا صاحبي ما طلعتش فريد من نوعك ولا حاجه. بعد اليوم الطويل ده نيسن وصل البيت في الصبح، دخل بالراحه علشان محدش يسمع، لكنه اتفاجئ ان ابوه صاحي وقال له كويس انك لسه عايش، انا وامك كنا بنتراهن عليك. نيسن قال له اسف انا متعود على لوس انجلوس معلش، انا ومارشال كان في حاجات كتير نتكلم فيها،
ابو نيسن كان بيعمل فطار وقال له تاكل دي الشوفان، كان عليه خصم 30% الاسبوع اللي فات، فانا جبت علب كتير وخزنتهم. نيسن قال له ده هيبقى كويس، بس استنى، انت ليه صاحي بدري قوي كده؟ ابوه قال انا وشويه اصحابي بقالنا بتاع السنه بنطلع كل يوم نتمشى في الصبح شويه. ابوه خلص الاكل وهو بيديهوله. قول لي بقى، مارشال ما قالكش على اي فرص للشغل؟ نيسن قال انا ما سالتهوش. ابوه السؤال ما كانش هيضرك. نيسن قال فعلا ما كانش هيضر. وهما الاتنين كملوا اكل. وبعد شويه ابوه قال له لما انت اتصلت علشان تقول لنا انك هترجع، انا ما سالتش ايه اللي حصل بالظبط. هل انت كويس يا نيسن؟ نيسن رد ايوه انا كويس. ابوه قال هل انت كويس ماديا؟ نيسن قال انا اسف بس اعتقد ان انا ما كنتش هرجع لو كنت كويس ماديا. ابوه سال الوضع المادي بتاعك سيء قد ايه؟ نيسن اتعصب انت ليه بتعمل ده دلوقتي؟ ابوه قال دي اول فرصه نتكلم فيها مع بعض من وقت ما انت رجعت. نيسن قال تمام، بس انت مش شايف انك متاخر قوي؟ ابوه قال بجد انا كنت فاكر اننا بنفطر دلوقتي. نيسن هدي شويه وقال اموري الماديه كويسه، انا كويس. ابوه طيب ايه الخطه؟ نيسن قال الحقيقه انا ما اعرفش لسه، في حاجه رهيبه حصلت النهارده، فرصه ظهرت من العدم، انا مش عارف، اعتقد ان انا لو لعبت ورقي بطريقه صح انا ممكن اعمل حاجه مهمه. ابوه قال والفرصه دي هتدي لك فلوس قد ايه؟ نيسن رد ايه؟ لا ما فيهاش فلوس. ابوه يبقى ما فيش فلوس. نيسن قال بس ده السبب ان انا بشتغل كاتب. ابوه قال وده برضه ما فيش حد بيدفع لك عليه. بص انا بس بوضح الحقيقه هنا، في يوم من الايام ده ممكن يتغير، اتمنى ده، بس لحد دلوقتي ما فيش حد بيدي لك فلوس على الكتاب صح؟ نيسن وهو محبط رد ايوه مفيش فلوس. ابوه قال تمام، هل فاكر انك اول واحد يشتغل شغلانه مش بيحبها؟ انت كنت بتشتغل سواق على عربيتك في شركه كده صح؟ انت تقدر تشتغل هنا بنفس الطريقه. نيسن قال لا يا لهوي ده بيديني ملاليم، الفلوس اللي هاخدها من السواقه مش هتخليني اعمل اي حاجه. ابوه قال الملاليم اللي ما كانتش معاك قبل كده احسن من الملاليم اللي مش معاك دلوقتي، ملاليم كتير قوي هي اللي صرفت على البيت ده. نيسن قال له بص انا ما نمتش ومش هكمل الخناقه دي دلوقتي، ومشي علشان يطلع ينام. ابوه قال انت عارف انت تقدر تفضل عايش معانا هنا زي ما انت عايز، لكن لازم تشتغل، دي هي القواعد هنا يا نيسن. عند مارشال اللي بيكون في المتجر اللي هو شغال فيه بيبيع افلام للناس، وبيكون واقف مع عميل رخم قوي، لما بيدخل عليه من الباب الظابطين اللي نيسن طيرهم امبارح. ازيك يا مارشال؟ نيسن وهو نايم بيسمع صوت خبط الباب، ولما بيفتح عينه بيتفاجئ انه طاير. هو بيستخدم قوته وهو نايم، ولقى نفسه طاير في الهواء. استنى ايه ده؟ واول ما بص قدامه لقى الثقب الاسود اللي اداله طاقه طاير جنبه كمان. نيسن اتحرك علشان يمسك الثقب الاسود. تعال هنا، وحاول يخبيه علشان اول ما مسكه اختفى. وبعدها نزل وراح علشان يفتح الباب، ولقى قدام الباب الظابطين ومارشال. نيسن حب يعمل فيها عبيط وما يعرفش حاجه. ايه اللي بيحصل؟ مارشال قال اسف يا صاحبي بس هما جم في المحل وكانوا عارفين كل حاجه. نيسن قال ازاي؟ الظابط قال انتوا قضيتوا الليله كلها انتوا الاتنين مع بعض في البار اللي جنب المكان اللي لقيناكوا فيه، دي ما كانتش قضيه كيمياء يعني. نيسن قال انا متاكد انكم سمعتوا ده كتير، بس اللي حصل امبارح مش زي ما انتوا. لما فجاه ظهرت امه اللي كانت راجعه البيت. ايه اللي بيحصل هنا؟ وقبل ما نيسن يحاول يكذب ويبوظ الدنيا، الظابط قال احنا جينا علشان نشكر ابني، هو راجل شجاع. هل هو ما قالكيش على اللي حصل امبارح؟ نيسن ساعدنا نحل قضيه صعبه جدا، اتنين سكرانين ما كانوش عايزين يتحركوا من على طريق القطر. امه قالت وهي فرحانه لا هو ما قالش اي حاجه. نيسن قال الموضوع مش مستاهل قوي، انا ما عملتش حاجه كبيره يعني. الظابط قال لها ما تخلوش يخدعك، هو بطل ومن غير مساعدته القصه دي كانت هتبقى كارثه، بس احنا لازم ناخد اقواله في المحضر الرسمي بس. وبيطلبوا منها يسيبوهم لوحدهم شويه علشان الام بتدخل لجوه. ناديني لو احتجت اي حاجه. وبعد ما بتدخل نيسن بيقول للظابط انا مش فاهم اي حاجه. الظابط قال له انت مين بالظبط وازاي عملت اللي عملته امبارح؟ نيسن قال انت جاي هنا للبيت بتاعي، المفروض ان انت عارف انا مين. الظابط قال له هل انت بتشتغل مع الراجل التاني؟ نيسن قال مين الراجل التاني؟ مارشال طلع التليفون لصورة الراجل اللي شبه نيسن بس لونه أحمر، وقال واضح إن في مجموعة من سرقات البنوك حصلت امبارح من واحد لابس شبهك بس لونه أحمر. الظابط قال حصلوا كلهم بعد وقت قصير جدا من مقابلتنا ليك، مش قادر غير أفكر إنكم بتشتغلوا مع بعض. نيسن مسك التليفون علشان يشوف الصورة. إيه؟ لا دي أول مرة أسمع أي حاجة عنه، أنا كنت فاكر إن أنا الوحيد. الظابط قال له تمام أنت الوحيد اللي عندنا، خلينا نوضح كل حاجة. على حسب اللي شفناه منك راجل زيك ممكن يبقى مفيد جدا لو ساعدتنا مارشال، وهيساعدك تترقى برضه يا حضرة الظابط. الظابط اتعصب على مارشال انت تقصد ايه؟ مارشال قال انا بدفع ضرايب للدوله دي وانا صاحب نيسن المقرب وربطت كل حاجه ببعضها. الظابط قال نيسن هو السبب الوحيد ان انت مش في السجن دلوقتي. نيسن واقف في النص بينهم. اهدوا انتوا الاتنين، اللي بيحصل ده عبث. في البدايه كده انا مش هشتغل مع حد، اللي حصل امبارح دي كانت اول مره اعمل حاجه زي كده، انا مش عارف ازاي عملتها اصلا، الموضوع معقد وانا لسه بحاول افهم اي حاجه. لما الظباط بيجي لهم اتصال لمهمه حالا، الاتنين بيتحركوا وهم ماشيين. قال لنيسن افهم الموضوع بسرعه وزي ما قلنا لك فكر في المجتمع والناس يا نيسن واحنا هنتكلم تاني. بعد ما الظباط مشيوا مارشال قال ده كان تهديد مش كده؟ نيسن قال اعتقد مارشال قال طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ الشرطه عارفه احنا مين وبيهددونا. نيسن فضل يبص على صوره الراجل الاحمر وهو بيتكلمه. ايوه انت اللي وصلتهم للبيت بتاعي كمان. مارشال قال ما كانش عندي اختيارات. نيسن قال دي جايز تبقى مشكله وجايز لا. لما الثقب الاسود بدا يظهر حوالين نيسن تاني
مارشال قال انت اللي بتعمل ده، وحرك راس نيسن علشان يشوف الثقب الاسود وهو بيطير. نيسن قال اعتقد انه مرتبط بيا بشكل ما، اقدر اخليها تظهر وتختفي. انا مش فاهم قوي بس هو ممكن يكون فاهم اكتر. وهو بيبص على صورة الواد اللي شبهه بس لونه احمر. مارشال قال له انت عايز تلاقي التاني وتشوف لو يعرف حاجة؟ المشكلة بس ان شيكاغو دي مدينة كبيرة، هل فكرت ممكن تلاقيه فين؟ نيسن قال اعتقد ان انا عندي فكرة مجنون. بعدها بنشوف الخطة المجنونة دي. نيسن سمع كلام ابوه واشتغل سائق في شيكاغو وهيشتغل سواق في شيكاغو، وطول اليوم بيبدأ يقابل ناس ويسألهم أسئلة عن الصور اللي مالية النت عن الفتى المشع الأحمر اللي بيسرق البنوك، واغلب الناس ما يعرفوش حاجة لحد ما واحد بيقول انا متأكد ان انا شفت الراجل ده. في الاول كان فيه زي انوار حمراء، افتكرت ان انا بتخيل، لكن بعد كده هو ظهر قريب من مقلب زبالة. وبعدين حصل اللي حصل. نيسن قال له وانت ما بلغتش الشرطة؟ الراجل قال انا لسه خارج من السجن قريب، الشرطة مش اصحابي قوي يعني. نيسن قال له طيب ممكن تقول لي مقلب الزبالة اللي انت قلت عليه ده فين؟ نيسان راح بالعربية لحد ما وصل مقلب الزبالة اللي قال له عليه الراجل، ركن العربية على جنبه وطلع علشان يطلع الثقب الأسود ويتحول، وجوه فعلا بنشوف ريد وهو ماسك حاجات من الزبالة، وبعدين بيستخدم قوته في إنه يمتصها. نيسان وصل وقال له بص أنا مش عارف أنت بتعمل إيه أصلا، بس ده شكله روش أوي، أعتقد إنك لقيت الثقب الأسود الصغير بتاعك أنت كمان، وأنا عندي شوية أسئلة، لكن قبل ده عندي سؤال تاني، هل سرقة البنوك هي أذكى حاجة تعملها بالقوة الجديدة بتاعتك دي؟ انا اقصد لو انا قدرت الاقيك بسرعه كده، تقدر تتخيل الشرطه هتلاقيك في قد ايه بقى؟ ريد من غير كلام كتير ضرب نيسن بقوه رهيبه، رماه بعيد جدا وقال انت ظهرت هنا وبتهددني بالشرطه بجد؟ نيسن قال وهو بيحاول يفوق من الضربه ايه؟ لا طبعا انا بس بحاول افهم ايه اللي انت بتعمله، ولو انت تعرف حاجه. وهو بيحرك ايده علشان يستخدم قدرته في انه يرمي الريد بعيد بقوه كبيره. اوكي ده اعتقد ان انا بقدر ارمي الحاجات. ريد بيمسك عربيه خرده ويرميها على نيسن. نيسن بيحاول يفوق تاني، اعتقد ان في سوء تفاهم، لكن ريد مش بيسمع وبيضربه برجله، وبعدين بيلكمه اكتر من لكمه يمين وشمال لحد ما نيسن بيقع على الارض بعد ما القناع بتاعه تقريبا بدا يتكسر. ريد مسك شنط الفلوس واتحرك بعد ما ساب نيسن فاقد للوعي. نيسن قدر يقوم بعد وقت قليل، لكن ريد كان مشي. كلم الموبايل بتاعه بسرعه، هاي سيري سجلي ملاحظه، المره الجايه لازم احاول اعرف ايه هي قدراتي الخارقه قبل ما الراجل الشرير ينفخني ويقدر يهرب. وهو بيخرج من مقلب الزباله بيكتشف اللي حصل. لا لا ارجوك لا يا ابن الجزمه، لما بيعرف ان ريد سرق العربيه بتاعته وهرب بيها. وده بيعرفنا ان ريد قدراته مختلفه عن نيسن، ومش من قدرات ريد انه بيقدر يطير، عشان كده سرق العربيه بتاعت نيسن علشان يهرب بيها. نيسن بيطير بسرعه وفعلا بيقدر يلاقي العربيه اللي فيها ريد. ازيك؟ ده انا مره تانية، انا اسف على اللي حصل، بس انا متاكد ان انا اقدر ابعد عن حياتك، بس ارجوك رجع العربيه. ريد داس على دواسه العربيه علشان تغير اتجاهها بسرعه ونط منها مع الفلوس ورمى العربيه من فوق الجسر. نيسن اترعب بس اتصرف زي المره اللي فاتت وقدر بقوته يخلي العربيه تطير قبل ما تقع من على الارض. ريد حاول يجري، لكن نيسن بايده التانية مسك الشنط اللي فيها الفلوس اللي سرقها ريد. هاي بالنسبه للعرض بتاعي انك اطلع من حياتك، ده اكيد اتلغى بسبب انك حاولت ترمي عربيتي من فوق الجسر. وهو بيستخدم قوته في انه يسحب ريد بيقدر يهرب، لكن نيسن بيقدر يخطف منه الشنط، وبيبدا يستخدم كل قوته في انه يطلع العربيه من تحت لفوق. وهو بيقول انا رفعت قطر كامل قبل كده، اكيد هقدر اشيل عربيه لحد ما. وفعلا بيقدر يشيلها وبينزلها بسلام. واول ما بيفتح الشنط بيلاقي ان فيها كل الفلوس اللي ريد سرقها من البنوك. نيسن بيمسك الفلوس في ايده وبيفكر انها ممكن تحل كل مشاكله، لكن طبعا هو بطل القصه وبيرجع الفلوس للشرطه ويسيبهم ويطير. نيسن روح البيت في الفجر اليوم ده علشان يلاقي ابوه صاحي ولسه بيحضر الفطار. ابوه ساله ايه، هل دهنت البلد باللون الاحمر النهارده؟ نيسن رد لو معنى ان انا دهنتها احمر هو ان انا سوت مع ناس كتير كل واحد فيهم قاعد يحكي لي قصه حياته وخلوني افكر في كل الاختيارات السيئه اللي انا عملتها في حياتي، يبقى ابو قال اعتقد ان اسمه شغل لسبب معين. نيسن قال اسمعني انا كنت عايز اتكلم معاك في الموضوع ده، انا فكرت في اللي انت قلته امبارح وانت عندك حق، موضوع الكتابه مش هينجح في يوم وليله، وحتى لو قدرت ما اعتقدش ان ده هيبقى افضل حاجه ليا. اعتقد ان انا هفضل في شغلانه السواقه دي على قد ما هي سيئه، بس على الاقل هقدر اخد منها شويه فلوس. لكن في الجزء التاني، الجزء اللي انت غلط فيه، انا محتاج اكتب سواء باخد فلوس او لا، لان دي الحاجه الوحيده اللي اعتقد انها ممكن تغير اي حاجه. انا لازم الاقي وقت للكتاب، يوم او يومين في الاسبوع، ده هيبقى صعب وهياخد وقت، لكن انا محتاج ده يا بابا، انا محتاج اشتغل بجد ومحتاج تبقى موافق على ده. ابوه قال انا موافق. نيسن استغرب بالسرعه دي وسحب الكرسي وقعد. انت عملت لي فطار معاك؟ ابوه قال انا ما كنتش عارف انت هتيجي ولا لا. هل جربت تسخن دقيق الشوفان بعد ما يبرد؟ طعمه هيخليك تحب اي حاجه تانية غيره في الحياه. وهم قاعدين موبايل نيسن جاله رساله. ابوه قال ايه اللي حصل؟ نيسن رد ايميل من الشركه اللي بسوق ليها، بشكل ما وبطريقه ما انا عملت $200 النهارده بس. ابوه قال له كويس يبقى انت ليك شوفان زياده. وبس كده. ما ننساش ان في ظل ازمه الدولار العالميه كل حاجه في العالم غليت الا زرار الاشتراك، لسه ببلاش هو اللايك كمان. حتى جرب كده. كان معاكم احمد ايه وبي كده كفايه. ايوه يا عم مجيد انا خلصت التصوير خلاص، هبعت لك الفيديو علشان تظبطه وتخلصه بسرعه علشان ما نتاخرش على الناس زي كل مره. والله في ناس في الكومنتات فاكريني بقيت مستذئب وبطلع مره كل شهر بسبب، فها ما تتاخرش على الناس. سلام في رعايه الله.